صباح الخير، يا رب الجميع يكون بخير، كل عام وانتم بخير. بصوا، احنا مش ملايكة ولا انزلنا الارض من ملايكة، بالعكس احنا خطائين، وربنا بيحب عبده الخطاء التواب، بيحب اللي يغلط ويتوب ويفتكر ويرجع. محدش فينا ما بيغلطش، محدش فينا ما بيجيش عليه وقت ما بيلحقش نفسه قبل ما يغلط، محدش فينا ما بيجيش عليه وقت بيعمل تصرف ويندم عليه، يقول جملة ويندم عليها، يقطع الصلة ويندم عليها. كل اللي أنا بذكر نفسي بيه وبذكركم بيه إن خلينا متمسكين قد ما فينا بالخيط الصغير أو الشعرة البسيطة اللي ربطانا بعلاقتنا بالله، اللي ربطانا بأي عمل صالح نكون بنعمله، اللي ربطانا بحد كويس في حياتنا دايما بيوجهنا للصح، بيوجهنا ويفوقنا، بلاش نخسره. خلينا نحكم على الأمور نوعا ما صح. مش كل بني آدم جاي ينتقد تصرف انت بتعمله هو بالضرورة يكون بينتقده بس عشان خاطر يثبت لك انه هو احسن منك او ان انت بني آدم وحش. حاول تفكر لحظة، هل فعلا بني آدم ده بينتقدني او بينتقد تصرف انا بعمله او بيقلل تصرف انا بعمله عشان خاطر هو عايز فعلا مصلحتي، ولا هو بني آدم عايز يكسر حاجز النفسي والحاجز السلام الأمني اللي أنا عامله لنفسي أو عاملاه لنفسي عشان خاطر بس يستمتع إنه بيحاول يوصلني إن أنا أقل منه، إن أنا وحشة، إن أنا مش حد كويس، ما تشوفيش حالك عليا أو ما تشوفش حالك عليا. تمام. خلينا بعيدا عن علاقتنا بالبشر، خلينا نتمسك قد ما فينا الحاجة البسيطة قوي اللي ممكن تكون علاقتنا بربنا متوقفة عليها. ممكن أكون ما بصليش، ممكن أكون ما بقراش قرآن، ممكن أكون بنسى الذكر، بس جوايا خير للناس، جوايا حاجات طيبة كتير، جوايا عمل خير بحب أعمله، جوايا تعامل وبشاشة وخدوم للناس. ما تقطعش ده، يمكن في يوم من الأيام ده يخليك من أفضل وأحسن وأنظف العابدين لله. ممكن أكون بصلي بس مش مقتنعة بصلاتي أو ما بركزش في صلاتي، بصلي لمجرد إن أنا أبويا أهلي طلعت لقيتهم كده بتكسف قدام الناس فبصلي. ما تقطعش الصلاة بينك وبين نفسك وتقول ما أنا صلاتي كده كده مش مقبولة. مش عرفك إنها مش مقبولة، مش عرفك إنها مش مقبولة. ما يمكن هي ديت الحاجة البسيطة اللي في يوم من الأيام تكون سبب إنك تشدي لطريق ربنا، إنك تيجي، إنك ما تغلطيش، تنجيكي من كارثة أو مصيبة أو أيا كان. نحاول. مش معنى إن أنا علاقتي مش قوية بربنا إن أنا أقطعها خالص، مش معنى إن علاقتي مش قوية بربنا إن أنا أدور على الغلط، مش معنى إن أنا علاقتي قوية بربنا وأحيانا بغلط سواء بمزاجي أو غصب عني أو يعني بيحصل لي نوع من التغييب للحظة إن أنا أبعد وأشوف نفسي وحش وما ينفعش أتكلم ربنا تاني أو أكون بين إيديه تاني أو أسمح لنفسي إن أنا أبعد. لا، أنا هرجع له جري وهستغفره وهقول له سامحني والحقني، ما تسيبنيش، لأن أنا من غيرك ولا حاجة. أنت يا رب تقدر تخلق بدالي مليون مخلوق، تقدر تمشي كل الكون وتجيب كون تاني، لكن أنا ما عنديش إله غيرك، ما عنديش إله ممكن يحميني ويحفظني ويرزقني ويسترني غيرك. حتى لو كانت كل الظنون وكل الكلام وكل اللي بيحصل في الدنيا بيحاربني عشان معتقدي ده أو إيماني ده يضيع ويروح وأبقى حتى يعني خسران دنيا وآخرة وخسران كل حاجة. وجودي جنبك يا رب ومحاولاتي وجهادي لأكون بين إيديك ومعاك في كل الأحوال هي مش هتخسرني، هي هتزيدني وهتزودني وهتقربني بإذن الله وبحول الله وقوته. حافظوا على الخيط الرفيع، الشعرة البسيطة
إلا في علاقتكم مع ربنا. ربنا يهدينا جميعا ويحفظنا. صباح الخير.